الطاسه دي حاسسها ممكن تنافس في المركز الاول في الطاسات. طاسات الجبنه من اشهر الاكلات اللي الناس بتيجي اسكندريه علشان تاكلها. فالنهارده هننزل في اسكندريه على اشهر اماكن بتعمل طاسات الجبنه، ونشوف مين اكتر طاسه جبنه هتعجبني في الاماكن اللي هنجربها النهارده. ماشي يا جماعه، احنا كده رايحين لتاني مكان معانا في محطه الرمل، وهو بقالي. هو ده برده من الاماكن اللي فاتحه بقاله كام سنه كده، وبرده ايه عامل قلق شويه في حته الجبن وطاسات الجبن وكده. فاحنا ماشيين اهوت على الترام القديم من المنشيه لمحطه الرمل، رايحين اهو ان شاء الله يعجبك. ماشي يا جماعه، ووصل معانا الاوردر من بقالي. فاحنا جبنا طاسه ستريبس ب 200 وطاسه بسطرمه ب 170. ده سعره اعلى شويه من البان سيف يعني. تعالوا نشوف معانا. جايب شوكتين. العيش برضو في خيارك في العيش ولا هو على طول؟ يبقى واضح اللي بيجيب فينو بس الوحيد هو البان سويسرا. هو ده الريفرنس عندي يعني. ودي كده الطاسه منهم، ودي كده الطاسه الثانيه، وجاي معاها 2 في نوعين من الجبنه. في جبنه اللي هي تحت، وفي جبنه على الوش كده زي صوص كده. نجرب. بسم الله. ماشي بسم الله. تتبيله الفراخ لطيفه، حاسس ملحها مظبوط مش عالي قوي، والجبنه طعمها حلو. شايفين عاجبني كل حاجه. انا عاجبني الجبنه، عاجبني تتبيله الفراخ، عاجبني العيش. انا ذوقي الجبنه دي عاجباني اكتر كده مثلا من الجبنه بتاعت البان سيف، فده مكيفني اكتر. بس هنشوف في الاخر برده مين اكتر واحد عجبني. ندخل على الطاسه الثانيه، طاسه البسطرمه ب 170 جنيه. بسم الله. دي طاسه دسمه جدا 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 بشكل مرعب يعني، غرقانه في الدسم صراحه. شايفين يعني في كده تحت الجبنه والبسطرمه وفي الصوص ده، وتحت ايه يعني، هي مش خفيفه، هي دسمه يعني. الجبنه تقيله بس هي دسمه جدا يعني، فطاسه مرعبه محترمه جدا. هناخد بقى كله كده مع بعضه. يا نهار ابيض، شايفين البهاريز والمنظر والفلفل الالوان والبسطرمه مرعبه. بسم الله. الطاسه دي حاسسها ممكن تنافس في المركز الاول في الطاسات. حلوه قوي، انا عايز تاني بجد. خطيره 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 خطيره. البسطرمه بتاعت بقالي دي تحفه. البسطرمه اللي بيستخدمها تحفه، والجبنه حلوه قوي، والخضار والطاسه حرشه بجد خطيره يعني. حاسس ان دي هنشوف كده ايه نظامها، بس حاسس ان هي هتعمل معانا قلق كده 100 100. انا مبسوط قوي صراحه، مبسوط بدي اكتر. يلا بينا نروح على المكان اللي بعده. من الدسامه بس واضح برده ان هي مليانه بسطرمه وكده وسنه يعني. بقالي اتقل شويه، الجبنه هنا خفيفه سنه يعني، لا تقيله، تعتبر تقيله. لو اتقلبت كمان هتبان يعني، اصلا عشان هي سخنه. بس طبعا البان سيف هو كان اخف واحد يعني. انا حاسس ان هنا يعني منافسه بقى جامده بين بقالي والبان سويسرا في ده. نجرب بقى. ماشي كده، خدنا كل حاجه. بسم الله. اوكي، طعم الجبنه رايق. عاجبني قوي، بحب قوي الجبنه بتاعت البان سويسرا. ده طعم الخضار وبتاع، بس طعم البسطرمه عايز اجرب تاني. ده اخد حته تانيه كده فيها بسطرمه كتير، عشان انا مش حاسس بطعم بسطرمه طاغي قوي. طب بصوا، انا خلي السيد يجرب. انا اوريدي في دماغي عرفت النتيجه في البسطرمه، بس عايز السيد يجرب. جرب كده وقول لي مين عجبك اكتر. قول لي احساسك يعني. قول لي ده اجمد ولا بقالي؟